سامر، كان يعني هناك حديث حول مجموعة منتخبنا. هناك بعض المنتخبات ربما الغامضة، بعض المنتخبات التي سبق ولعبتم معها، وبعض المنتخبات التي لا تعرفون مستواها بشكل عام. يعني كيف سامر رئيس الجهاز الفني تتابع هذه التفاصيل؟ بالتأكيد نحن يعني نحن جمعنا تقريبا جميع التفاصيل عن أو المعلومات عن المنتخبات التي سنواجهها في المجموعة. لدينا يعني لدي حقيقة طاقم تحليل مساعد لدي في عملية جمع المعلومات وأيضا تحليل المنتخبات التي سنواجهها لأخذ يعني جميع التفاصيل التي نتمكن من اللعب أمامهم والمنتخبات التي سنلعب أمامهم. لكن بالتأكيد هو الأهم الحقيقي هو مستوى منتخبنا. متى ما كنا نحن في مستوانا الحقيقي سنلعب على قوتنا وليس على يعني قوة المنافس. سنعمل على يعني العمل على أكيد يعني التقليل من قوة الفريق المنافس، ولكن سنلعب بقوتنا وسنلعب بأسلوبنا وسنفرض شخصيتنا في الملعب. سنأخذ دائما المبادرة في أي مباراة سنلعبها، لأن شخصيتنا هي في عملية أخذ المبادرة وأخذ السيطرة في أرضية الملعب لتحقيق النتائج الإيجابية. بالنسبة للجماهير، حقيقة جماهيرنا لا تحتاج إلى رسائل دعم أو رسائل مساندة. جمهورنا هو الداعم الأول واللاعب الأول لدي أنا في الفريق وليس اللاعب رقم 12. نحن جماهيرنا متعطشة للنجاحات، متعطشة للإنجازات خصوصا على مستوى فئة الناشئين. لذلك نحن من خلال شاشتكم دائما ما نطلب منهم الدعم والمساندة لهؤلاء الأبطال، أولادهم الأبطال الذين سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد هذا الشعب الذي هدفنا الأساسي والحقيقي ليس بطولة وليس كأس، وإنما هو إسعاد هذا الشعب. ونحن أمل بالنسبة لهم وبإذن الله تعالى نحقق أملهم بإسعادهم وتحقيق ما هم يتمنوه بإذن الله. شكرا لك حبيبي.